لا إله إلا الله. حكم وضع دعاء كرنين أو صيت لمنبه لقضاء على الهاتف لا بأس بذلك يا أحمد. يقول لكم من كردستان الإيران بارك الله فيكم وحفظك الله جملس. عذرا مش عارف أقرأ اسمك، وفقك الله لكل خيرين. هل يجوز شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي؟ لا أعلم بنوكا إسلامية أخ مصطفى بن جمال. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بقولك يا عم الشيخ، انا شاب في ثالثة ثانوي، وامتحن كمان 10 ايام، مستوى الدراسة كويس إن شاء الله. وبأذن يعني الحمد لله. نعم. بقولك مستوى الدراسة كويس وبصلي وبأذن الحمد لله. طيب الحمد لله. والسؤال؟ لكن بس انا بمارس العادة بقالي 5 سنين. يعني عفوا لا تؤذي الناس بسماعك. سماع هذه الكلمات استر على نفسك، والحكم العام انك تستغفر الله وتراقب الله. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، واعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا تبرز هذه القاذورات. وفقك الله وهداك الله. طبعا سؤال. عذرا أنا أغلقت كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أريد أطلب منك توجيه. سؤال: لو رجل ينوي في المستقبل أن يعدد ونيته طيبة كالزواج من أرملة وكثرة الذرية إلى آخره، عند التقدم للزواج من الأولى سألته المخطوبة: أنا لا أقبل التعدد، فهل أنت تنوي التعدد؟ ماذا يرد الرجل؟ هل يقول أعلم يمتنع عن الجواب، أم يقول لها إذا تيسر الأمر ماذا يفعل؟ شوف، هذا تعنت من السائلة وأيضا قلة فقه منها. يعني يكفي أن يقول لها: يا أختي أنا رجل مسلم، ديني آخذه من كتاب الله وسنة رسول الله، ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، ديني من القرآن والسنة، والحمد لله أنا لن أخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله. كلام مجمل، لأن ممكن نيته تتغير ويقتصر عليها، ممكن نيته تتغير ويقتصر عليها، فلا يبرز. في واحد سيء الفقه يروح لزوجها يخطبها يقول لها: اسمعي أنا سأعدد. طيب لو هي يعني جبلتها وفطرتها مع هذا السيء الفقه، خلاص الله يسهل لك، ابتعد عني. ستقول كده. فيعني لا تثير مسائل، لا أنت ولا المخطوبة. المخطوبة تقول لك: ايه ما رأيك، هتعدد عليا ولا مش هتعدد؟ وممكن الغادر يغدر بها، إذا كان غادر يغدر بها ويكذب. لكن من الحماقة أن تقول له هذا الكلام، ومن الحماقة أيضا أنه هو يقول له: سأعدد عليك من البداية. يعني انظروا هدي محمد كيف كان. هل الرسول كان ماذا بيخطب واحدة ويقول: تعال هعدد عليك، اشترط هعدد عليك؟ ما الكلام ده ورد أبدا. ولا هي تسأله: هل هتعدد علي ولا مش هتعدد؟ أنت فاهم الكلام؟ مش تعديد عند الوفاة يعني. يلا مع السلامة حبيبي. جزاك الله خير. وإياكم.